السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله حكايه قوي للفراخ. دبابيس بقى، اجنحه، صدور، زي ما انتم عايزين براحتكم. انا هعملها النهارده الدبابيس، عباره عن بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره وربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الخل على الليمون ومعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الثوم البودر وزيها من البابريكا، رشه من السكر، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، ونص معلقة صغيرة من الكوبيبة الصيني، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقتين كبار من الصويا صوص. لو ما عندناش صويا صوص فممكن نستخدم كاتشب، لو ما عندناش كاتشب ممكن نحط نص معلقة صغيرة من الصلصة اللي هي بتاعة البرطمانات دي. همسك كله اضربه في الكبة كويس جدا، وابتدي اعمل فتحات بالسكينة في الفراخ بتاعتي، ونحاول نخلي الفتحات يبقى السكينة لما نعمل فتحة في اللحم كده بتاع الفراخ، السكينة تكون نازلة للعظم. تحاولوا بقدر الإمكان، ونبتدي نحشي الفراخ بتاعتنا كويس جدا ونملاها كده من التتبيلة. طيب، لو احنا مستعجلين وما عندناش وقت، او حد يعني جالنا فجأة، او احنا الاكل طلع في دماغنا فجأة، تمام جدا، مع التتبيلة دي حطوا نص معلقة صغيرة من الخلنجان البودر. الخلنجان البودر هيخلي لكم الحاجة كأنها متبلة بقالها كتير. تمام، مش مستعجلين، لا خلاص يبقى نسيبها. كل ما تسيبوها في التتبيلة كل ما هتدي تطعيمة أحلى. يعني لو احنا بنشتغل ممكن نعمل الكلام ده الصبح قبل ما ننزل، ولما نرجع نطبخها، أو نعملها من بالليل وتاني يوم نطبخها. تمام، أو تشيلوها في التلاجة في الفريزر. يعني في ناس بتشتري الفراخ وتعملها تتبل وتبقى هي عارفة الحاجة تطلع جاهزة على السوا على طول. بس لو هنشيلها في الفريزر فناخد بالنا ان الملح كل ما بيقعد بيحدق، فنحط نص معلقة صغيرة من الملح، وساعة التسوية نبقى ندوق نشوف كده هو ده الملح بتاعنا ولا لا. بس ناخد بالنا جدا، اي حاجه في الدنيا هنشيلها في الفريزر فتره كل ما هتقعد هتملح اكتر، حتى الصلصه الكلام ده كله، فيحبذ ان ما نحطش ملح. لو هنعمل صلصه ما نحطش ملح، لو هنعمل طبعا لحوم او الحاجات دي كلها نحط ملح، بس نحط ملح باقل من المفروض، علشان هي لسه هتقعد في الفريزر وهتملح اكتر. هخلص بقى الكميه كلها بتاعتي، وهتاكد كويس قوي ان انا هعملها، وكمان انا هتعمل التتبيله دي للبانيه. خطير خطير خطير. خلصت اهو خلاص الفراخ بتاعتي، حطيت لها دي كان كيلو من الدبابيس، وادي البانيه بتاعي كمان كيلو من البانيه. يعني الخلطه اللي انا قلت لكم عليها دي كفت كيلو بانيه وكفت كيلو من الدبابيس، واتبقى حبه عشان انا بعد ما هدي الفراخ التسويه بتاعتها هحطها تكمل السوا بيها، هوريكم دلوقتي. خلاص، هنبتدي بقى نجيب طاسه سخنه، وطاسه قصدي نحطها على البوتاجاز ونسخنها كويس جدا، تكون سخنه قوي، وهنحط فيها حوالي معلقتين 3 من الزيت، وهنزل بالفراخ بتاعتي او الدبابيس ايا كان اللي هعملها. لازم تعمل التشتشة اللي احنا شايفينها قصادنا دي كده، يبقى الفراخ بتاعتنا الجلد بتاعها هيقفل عليها كويس، مش هتنزل ميه، وكده تبقى الطاسه بتاعتنا سخنه. انا هحط بقى كله في الطاسه، بس طبعا ناخد بالنا من الكميات ونغطي. هو مش نغطي، هو نديها بس صدمه كده لمده 3 دقايق، المهم انها تاخد لون من كل اتجاه زي ما احنا شايفين كده. هنزل بباقي التتبيله وهسيبها واغطي عليها، وهدي النار حوالي بتاع ربع ساعة تلت ساعة، مش اكتر من كده. الفراخ هتنزل ميتها، والتتبيلة اللي احنا حاطينها دي كمان هتنزل ميتها، فهتسويها كويس جدا. اهم حاجة انها خدت اللون الحلو اللي احنا شايفينه قصادنا ده. نغطي بقى عليها ونسيبها، وبعد كده هنطلعها بالجمال اللي انتوا شايفينه قصادكوا ده. بجد بجد عملت معاها طبعا الرز البسمتي، وعملت كمان جنبيها سلطة الدقوس. خطيرة فعلا، بتمنى انها تعجبكم. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.